صوتي دائما عالي، صوتي دائما عالي لانه صوت الحق. يا سيدي انا عايز والله معاك اوصل للحق، ايه رايك؟ ايه ما ادري انت يعني انت كثير مات ولم يعرف امام زمانه مات ميتة الجاهليه. ايه تمام؟ ايه طيب انت عندك في بحار الانوار بيقول لك لابد ان يكون اماما ظاهرا حي. ايه كيف نجمع ما بين الامرين؟ زين انت عندك ايش راح تسوي؟ ايه؟ انت ايش راح تسوي؟ انا سالتك سؤال ما جاوبتني عليه هذا السؤال. احنا معانا عندنا روايه بتقول من مات ولم لا يعرف انت زمانه. عندك روايه من مات وليس في عنقه بيعه مات ميته جاهليه. سالتك سؤال لم ترد عليه، رد على سؤالي رد على سؤالك. قلت لك طلحه والزبير لمن بيعتهم؟ طلحه والزبير لمن بيعتهم؟ ما اجبتني. ما اجبتني. تفضل يلا جاوبني. طلحه والزبير لمن بيعتهم؟ لا اله الا الله. يلا تفضل. ترى انت وايد يعني انت وايد تسوي نكات. اي رد يلا رد تفضل. اي رد. جميل قوي. رد. تمام؟ ايه هنا من مات وليس في عنقه بيعه. إيه. البيعه هنا المقصود بها لمن؟ البيعه للامام. جميل قوي. خلاص كده؟ ايه البيعه للامام. هنا الحديث يذكر الامام الاثنى عشر عند الشيعه. الان انت بين لي، قل لي من بيعتهم كانت طلحه والزبير. واحده واحده انا ماشي معاك واحده واحده. انت بين لي، انا سؤالي واضح من دون شوف يا شيخ وليد يا شيخ وليد حبيبي انت. انا احبك. طلحه والزبير لمن بيعتهم كانت؟ لا اله الا الله محمد رسول الله علي ولي الله. يا اخي الله يبارك بعمرك. الله يبارك فيك يا حبيبي، الله يبارك فيك. ها عايزين نوصل للحق انا وانت. هو انا اريد اوصل للحق. المشاهد مش هيسمع. نعم ايه. انت دلوقتي قلت ان في حديث صحيح مسلم من مات وليس في عنقه بيعه مات ميتة الجاهليه. نعم. فانا سالت البيعه تكون لمن؟ هنا هذا الذي يقول انا ساقول لك انا راح اقول لك. يقول ومن مات في اسمعني خليني اجاوبك. في كتاب مرقاة المفاتيح في شرح مشكاة المصابيح للهروي القاري يقول ومن مات وليس في عنقه بيعة أي لإمام مات ميتة جاهلية. طيب جميل واحده. يلا بين لي المن، يلا بين لي. أنا أريد بيعة طلحة والزبير. يلا تفضل. احنا الاثنين هنوصل لحل نهائي. اي تفضل. واحده بس. تفضل. الان من مات وليس في عنقه بيعه قلنا ان البيعه للامام صحيح؟ اي صحيح. جميل قوي. صحيح. هنا المقصد هنا الامام هنا في هذا الحديث هل يقصد به الامام الثاني عشر؟ الآن هو طلحة والزبير كانوا في وقت الإمام الثاني عشر. يا اخي الله يبارك فيك يا أخي لا تبتعد يا أخي يا حبيبي يا شيخ وليد لا تبتعد عن الموضوع. خلي سمعون اللي في قناتك ليسمعوا الذي في قناتك. لماذا تبتعد عن الموضوع؟ ومع ذلك تهرب. أنت الذي يتهرب. طلحة والزبير لمن كانت بيعتهم؟ من هو إمامهم؟ يلا جاوبني يا عباب، يلا جاوبني. اسمعني بس الاول نقرر من الامام وبعد كده نشوف. شنو نقرر من الامام؟ من كان الامام في عهد طلحه والزبير؟ من كان الامام؟ اسمعني. من كان الامام؟ جاوب على سؤالي. انا ادري انت محرج، انا اعرف انت محرج امام جمهورك، انا اعلم انت محرج امام جمهورك. من كان؟ جاوب على سؤالي. من كان الامام في وقت طلحه والزبير؟ من كان الامام؟ ايه سأل سؤالي. من كان الامام؟ يلا جاوب على سؤالي يلا. يا اخي انت سالت سؤالك. يلا جاوب على سؤالي يلا. واحده سؤالك انت سالته خلاص كده. سؤالي من كان الامام في وقت طلحه والزبير بعد مقتل عثمان؟ من كان الامام؟ تفضل جاوبني يلا. يا الله جاوبني يا الله. سؤالك اجاوبك انا بقى. اي جاوب يلا. جاوب جميل قوي. اولا الروايه ليست خاصه بزمن دون زمن. صح ولا مش صح؟ انا دا اسال عن طلحه والزبير، انت جاوبني على طلحه والزبير. لا تتهرب يا اخي. لا اذا تريد اسمعني. اذا تريد ان اعتقك من هذا السؤال اعتقك انا. جاوب على سؤالي لا تهرب. لا جاوبني الاول. انت جاوب على سؤالي لا تهرب. قول لي الاجابه اللي انت عايزها وانا اجاوبها للناس. لا مو جاوبها للناس، سؤال واضح. من كان الامام بعد مقتل عثمان على طلحه والزبير؟ من الامام كان؟ ما تعرفه؟ ما تعرف من الامام؟